السلام عليكم ورحمة الله حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا في احسن حال يا ربي. ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم لاباس عليكم وكل احوالكم طيبة ان شاء الله. انا اليوم جبتكم معايا، بغيت نتقدى شي حاجة كنوجد لواحد المناسبة اللي هي الختان ديال ولدي، حفل الختان ديال ولدي. وقلت نجيبكم معايا لهاد البلاصه هادي. صراحه واحد البلاصه اللي تعجب كل السيدات، كنتي مزوجه مخطوبه او عازبه، اكيد 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 غتعجبك هاد البلاصه. مني جيت انا نتقدى قلت علاش لا ما ندير لكم واحد الفيديو خاص بالعروس، يعني لباس العروس اللي كتحتاجو في ليله العمر طبعا. حقيقة عجبني بزاف هذوك الكساوي وهذاك الشيء. قلت بلاتي نصور لكم واحد المقاطع، واخا غير صغيرة، ولكن نشارككم معايا هاد الخريجة هادي وتقاسموا معايا هاد النهار هذا. ان شاء الله يعجبكم وتبعوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا التفاصيل ديالو. ان شاء الله كيف قلت لكم يعجبكم. المهم انا اليوم خرجت على اساس كيف قلت لكم باش نتقدى شي حوايج الحفل الختان ديال ولدي. بغيت ناخذ اول حاجه واحد اللبسه ليا انايا وشي حاجه للولدان. هاد الشارع هذا معروف باللباس ديال المحجبات، وفي حتى الباس العادي، يعني ديال اللي الغير المحجبات، ولكن معروف بلباس المحجبات اكثر. ولباس العروس، لباس المناسبات بزاف، يعني كل الماركات التركية ديال المحجبات كتلقاوهم في هذا الشارع هذا البنات. الا جيتو لتركيا واسطنبول ضروري تجيو تشوفوا هاد الشارع هذا. هاد الشارع كاين في منطقة الفاتح، سميتو فوزي باشا، يعني شارع فوزي باشا. راه كبير ما شاء الله، كتير فيه الاختيارات كتيرة بزاف، الأثمنة مختلفة، كاين رخيص كاين الغالي. غالبا في هذاك الشارع، يعني في الشارع الوسط، المحلات اللي كاينين في الشارع الوسط كيكون ثمنهم شويه مرتفع. شوفوا هاد الكسيوات هادو ديال العروسه، شحال فنين شحال غزالين ما شاء الله ما شاء الله. صراحه شي حاجه اللي كتحمق، شي حاجه كتثير الانتباه. وهادو اللباس ديال النوم تا هما خاصين بالعروس كيف ما كتشوفوا. هادوك الصندقات اللي كيديروا فيهم اللباس ديال العروسه وداك الشيء، الاحتياجات ديالها ديال ليله العمر. وهذا لباس واحد المغازه كدير اللباس ديال المحجبات، وفي نفس الوقت اللباس العادي، يعني حتى لغير المحجبات، اللباس ديال السهرات وديال الحفلات. كيف قلت لكم راه في الشارع شارع الوسط، راه فيه المحلات الثمن ديالهم نوعا ما مرتفع شويه، ولكن الا بغيتو تقولوا بغيت نجي لهاد البلاصه هادي ونتقدى بثمن منخفض نوعا ما، كاينين هادوك الازقه اللي في هاد الشارع هذا، يعني الزناقي اللي كاينين في هاد الشارع هذا. بقاو تدخلوا معاهم، راه كاينين فيهم محلات اللي الثمن ديالهم ناقص شويه على المحلات اللي وسط الشارع. شوفوا هادو ما شاء الله ديال النعاس، بيجامات ديال النعاس او لي سوميج دو نوي. هانتوما كيف ما كتشوفوا، واو هذه ديال الحنه، ديال العروس التركيه. القفطان كيقولوا لهم قفطان ديال الحنه، حتى هي ما شاء الله غزاله. هاد المحل هذا حمقني. انا صراحه درت لكم غير لقطات هكا من بعد المحلات اللي دزت من حداهم، يعني لقطات على السريع تشاركوا معايا هاد اللحظه هذه وتشوفوا تشوفوا اللباس ديال العروس اللي كانت مزوجه. ترجع ذكرياتها شويه، واللي يلا باغا تزوج، الله يحقق لها حلمها يا ربي ويلاقيها بولد الحلال اللي يسترها ويصونها يا ربي. واللي مخطوبه الله يكمل عليها حتى هي. هادو الدعوات ديال العرس. هاد المحل هذا كتدخلي ليه وكتختاري الدعوات ديال العرس اللي بغيتي. شوفوا هاد الشكيلات هادو تا همايا، شو هادو كاينين ديال الرجال وكاينين ديال العيالات تا همايا. هاد الصندقات هادو اللي كيديروا فيهم الدهاز ديال العروسه صراحه فنين، كيعجبوني بزاف، غزالين.
وهاد الكسيوه هادي ما شاء الله زوينه بزاف للاعراس ولا هكا الحنه، الحفل الحنه ولا الخطوبات اللي ما تيكونوش مختلطين. ممكن يلبسها الانسان وباله مرتاح. شوفوا هادو تا هما شحال زوينين، غزالين ما شاء الله. التواب شي حاجه رائعه ان شاء الله. ناويه ندير لكم هاد الفيديو على التواب في تركيا، يعني الاتواب وهذا فين كيتباعوا والاشكال والاثمنه ديالهم. ان شاء الله غير تاح لي الفرصه وندير لكم هذاك الفيديو. وهذه الماركه المعروفه، هذه ماركه توبا. انا دخلت لهنايا صراحه كنت عجبتني، عندهم واحد الكسوه في الانترنت ليها لاش جيت كاع وجيت شفتها وخديتها نشاركها معكم في اخر الفيديو. كان عندهم السولد بزاف، لذلك جيت عندهم تقريبا بحال هذه نيت اللي في الصوره هذه اللي بالموف، غير هي شكلها شويه مغاير. انا نشاركها معكم في الاخر ديال الفيديو ان شاء الله. توبا صراحه الكاليتي ديالهم ولا هذا ديالهم ما شاء الله عليهم، شي حاجه رائعه. وهادو كسيوات ديال العروسه ما شاء الله والله. سبحان الله، ما عرفتش كلشي بحالي ولا لا. انا تنشوف هاد الكساوي هادو كنبقى واقفه حداهم ما تنزيدش نكمل كنبقى نتفرج فيهم. سبحان الله كيعطيو واحد الشعور في شكال بنادم يعاود يتفكر وكيعاود يرجع الذكريات ديالو. شوفوا هذا ديال الحنه حتى هو يا سامبل، واخا مزوق وعامر بالعقيق، ولكن غزال لونه حمقني صراحه. فنيون هذاك اللوين. كيف قلت لكم البنات هنا راه كاينين محلات بزاف 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 ديال المحجبات. ان شاء الله ندير لكم تاني فيديو فقط على لباس المحجبات. هنايا اختارت، ما بغيتش نخلط في الفيديو كامل، فقط اختارت غير المحلات اللي كيديروا لباس العروس ولباس الحنه. وطبعا العروسه ضروري ليها من الورد. كيف قلت لكم البلاصه راه فيها كل شيء اللي تيخص المراه، يعني بصفه عامه كل شيء المناسبات. وهذا شوفوا الوريضات ديال العرس ما شاء الله عليهم، داكشي غزال. يعني الا جيتوا لهذا الشارع تقضيو فيه غراضكم ديال المناسبه اللي عندكم، كل شيء تقدروا تاخذوه فيه. يعني كل شيء متوفر ما شاء الله. تا من صبابط لي كارت ديال العرس، اللباس ديال الحنه، اللباس ديال العرس. حتى الا كنتو غير حاضرين لشي عرس تلقاو فيه اللباس لي غوب سواري ديال المناسبات ديال المحجبات والغير محجبات ما شاء الله. وداك الشيء رائع ما شاء الله. وهاد المحلات هادو راه التصاميم ديالهم همايا، يعني تيكون التصاميم ديالهم هما يعني بزاف اللي كانت بغات شي حاجه تكون يعني سبيسيال لعرسها ولا هذا، يعني تلقاي اللبسه اللي ما لبسهاش عروسه قبل منك ولا شي حاجه. المهم فقط هذه المعلومه وصافي بغيت نزيدها لكم. هذا هو هذا هو يعني تتمه المحلات الباقيه. كيف قلت لكم راه ما شاء الله راه كتارين المحلات، يعني تحيري حتى الا بغيتي تاخدي شي حاجه. والموديلات كتار تناسب كل الاذواق، الاعمار، المقاسات، والمحجبه والغير محجبه ما شاء الله ما شاء الله. الا جيتو لاسطنبول كنتي عروسه جديده ولا كنتي مخطوبه، ضروري تجي تبرعي راسك في هاد البلاصه هادي وفي هاد الشارع هذا. كيف قلت لكم اسمه فوزي باشا، اسم الشارع. الا كنتو باغيين تجيو ليه راه ساهل، يعني ما بعيدش من اقصى بزاف، يعني من المناطق المعروفه، المناطق السياحيه. وما بعيدش من هذا من سلطان احمد كذلك، ما بعيدش عليه بزاف. وهادو صبابط، يعني هذا المحل هذا كيدير صبابط ديال العروسات وصبابط ديال المناسبات، يعني صبابط لي غوب سواري او الكساوي ديال الحفلات كيف ما كتشوفوا. الصراحه عندهم داكشي رائع ما شاء الله ما شاء الله. ما كرهتش انا ما كرهتش انا كنت باغا صراحه صباط في الاحمر، ولكن ما لقيتوش. ان شاء الله المره الخرجه الثانيه نلقاه فيها في شي بلاصه واحده اخرى.
يعني ما كنلقى مشكل في المقاس ديال رجليا، انا رجليا صغيره بزاف. كنلبس نورمالمون في المغرب كنلبس 36، ولكن هنايا كنلبس 35. ما تضحكوش عليا. رجليا المقاس ديالها ما كنلقاش بزاف، لذلك كي السبابت او هكا كياخذوا مني وقت بزاف الا كنت بغيت ناخذهم او نختارهم. شوفوا هادو ديال العروسات ما شاء الله بايضين غزالين، وهادو اللي تيكونوا بلا يعني مرتاحين اللي بغات دير الالبوم ديال العرس ولا الصور ديال العرس. وهادو ديال السبورت هما كيلبسوهم في الالبوم ديال العرس، يعني كتخرج تمشى في بلايص فين غدير الصور ولا هذا، ضروري تكون لابسه شي حاجه اللي تكون مرتاحه. وهادو اللباس ديال النوم، وهذوك لي باكيت اللي كيجي العريس كيعطيو ليه كهديه يعني عائله العروسه. وهذا محل ديال الهدايا اللي كتقدم في العرس، يعني اللي كتقدم اهل العروس او اهل العريس في نهايه العرس. فيهم تيكون فيهم حلويات يعني فانيد ولا شي حاجه، ولا كيكون فيهم شي ريحه ولا هذا. حنا هذا المحل دخلنا ليه على قبل الختانه ديال جنيد فارس. حتى انا خديت من عندهم، درنا كوموند لواحد الديكور هكا اللي غنفرقوه في الختانه. ان شاء الله الفيديو ديال التجهيزات ديال الختانه وهذا نتقاسموا معكم من بعد ان شاء الله. يلا شويه شويه بديت كنوجد. ان شاء الله نتقاسموا معكم من بعد. هما عندهم ما شاء الله شكيلات غزالين، واخا حاطينهم على الزاج يعني التصوير ما كانش واضح، ما واضح بزاف، حيت كانت فرشه تحت منهم شي حاجه ولا هذا كان غيبانوا اكثر. ولكن ملي محطوطين غير على الزاج هكاك ما كانوش باينين مزيان. هادو اللي دايرين على شكل مرايه، كتكون مكتوبه فيهم ايه الكرسي او سوره الفاتحه، وكيتعلقوا في الثلاجه، يعني كتبقى كذكرى للعرس ولا هكا. كيكون مكتوبه فيه اسم العروس واسم العريس والتاريخ فين داروا العرس ديالهم ولا الخطوبه ولا هذيك المناسبه. وهادو الدعوات ديال العرس ما شاء الله عندهم داكشي رائع. يعني الانسان ما يحيرش يجي لهاد البلاصه حتى الا ما كنتيش، يعني ما كنتيش باغا تقداي من هنا ولا هذا، يعني تجي غير تاخدي افكار. وحتى الا ما كانش لها عرس لا والو، بنادم سبحان الله ما عرفتش انا هكا كنحس انني غيرت الجو وبدلت، يعني بحال الا عشت اللحظه وما عرفتش عجبني الحال. هادو الدعوات ديال العرس كيف قلت لكم شكلهم مختلف. يعني كتختاري الدعوه اللي بغيتي نتيا، كيكون فيها الاسم ديال العائلات بجوج، وكديري كوموند عليهم وهما كيصيفطوهم لك من بعد. الا جيتو لهاد البلاصه هادي، اهم حاجه بغيت نوصيكم عليها هي هاد الريستورون، ضروري تغداو فيها ولا تعشاو فيها. واحد الريستورون من بين اجمل الريستورات اللي تاكلوا فيهم المشاوي تركيا. صراحه عندهم الكاليتي لا يعلى عليها، شي حاجه واعره واعره بزاف. سميتها زياء او بالعربيه الضياء. سفرة الشرق سميتها بالعربية، راه كاتبينها بالعربية وبالتركية. عندهم داكشي رائع. انا كنعرف جوج الفروع ديالها. واحد كاين في فلوريا وواحد كاين في هنا في منطقة الفاتح فوزي باشا. صراحة عندهم داكشي رائع رائع ما شاء الله عليهم. ضروري ان شاء الله تجربوهم. غزال عندهم والكاليتي كيف قلت لكم، وحتى السيرتيفيكا ديال الحلال عندهم. صراحة عندهم داكشي غزال ونقيين، مطعم جميل. وكاين من بين احسن المطاعم اللي كاينين في هذاك الشارع كله يعني. العنوان ديالها نحاول نحطو لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. ومسكوها ختام كيف ما تيقولوا. تقدينا داكشي اللي غنتقداو وشدينا الطريق للدار ديالنا. منين نوصل ان شاء الله انا نصور لكم الكسوه اللي خديت او اللبسه اللي خديت، وتعطيوني رايكم. ان شاء الله هذا الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم واستفدتوا منه وعجبكم. كيف قلت لكم قبل، اللي مزوجه الله يكمل عليها يا ربي ويهنيها في بيتها ومع زوجها ووليداتها، واللي مازال عازبه الله ييسر لها بولد الحلال يا ربي وتحقق لها كل ما كتمنى. وهذا ما كان.
الكسوة هذا هو الشكل ديالها البنات. حاولت انني نسرحها بحال هكا باش تشوفوا التفاصيل ديالها. هذا هو الفوق ديالها داير بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، والتحت ديالها داير بحال هكا. يعني كيجي كلوش واسع بزاف، وطويله من اللور وقصيره من القدام. كنت بغيت شي حاجه هكا اللي مع في هذاك النهار ما تكونش صعيبه في المشي وفسميتو. لذلك اختاريت هذا الموديل هذا. مكمشه واحد شويه ما تديوش. بقات مسكينه في الميكا البارح. المهم هذا هو الشكل ديالها. ان شاء الله تعجبكم. ما تنساوش تقولوا لي رايكم. انا بغيت ناخذ ليها صباط في الاحمر. تشاركوا معايا نتوما يا رايكم، قولوا لي واش يجيها صباط في الاحمر ولا ما يجيهاش. الفولار بغيت ندير لها في الزرق في هذا اللون هذا، والصباط هو اللي غندير في الاحمر، وشي صاك هكا صغيور هكا ديال اليد حتى هو بغيت نديرو في الاحمر. قولوا لي رايكم نتومايا. المهم هذا هو الشكل ديالها، راه سامبل. الفوق بحال هكا والتحت بحال هكا. المهم نتمنى هذا الفيديو يا ربي يكون عجبكم واستفدتوا معايا، وقولوا لي الا كان كيعجبكم بحال هذا النوع من الفيديوهات ما تنساوش تقولوها لي في التعاليق. تهلاو في روسكم، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.